اللي أنتم الآن فيه والوضع اللي أنتم عليه الآن والله يعني صراحة جد يعني يخلي الواحد يبكي على الوضع اللي احنا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أنك تفكر بعقل، اترك عنك العاطفية، اترك مجال العاطفي واتجه الطريق الصحيح. لو أسأل الآن من القريبين جدا لي، وأسأل مو بس قريبين جدا لي، أسأل عامة الشيعة كلهم. حنا الآن من على زمن الطفولة وحنا في الحسنيات. سؤال واحد بس، ماذا استفدت من الحسنية؟ ما حنا الآن شو اللي استفدنا حنا من الحسنيات؟ يمكن انك تقول لي اللي استفاد ان احنا تبكي، انك تبكي على اهل البيت. المعلومة اللي عند العام، المعلومة اللي عند الشيعة عامة، ان من بكى على الحسين او تباكى، مجرد انك تمثل انك تبكي على الحسين، مجرد بس تمثل البكاء يعني تمسح ذنوبك من يوم انتم تصغير لحتى الان. لا سمعت من علماء الشيعة اللي احنا كنا سابقا يعني نعظمهم ونقتدي بهم، يعني لا سمعت منهم كلام غير منطقي. هم المتعلمين، هم اللي درسوا، هم اللي يقولون انهم عندهم العلم كله، ولكن للأسف بعد ما اكتشفت حقيقة العلم اللي هم تعلموه، والله مجرد بس ان يوم اهتديت وسلكت طريق الحق، يعني استطلاع بسيط تبينت لي اشياء صراحة ما يرضى بالعقل، جدا ما يرضى بالعقل. يعني تفاجأت، يعني كل يوم ورا يوم اتفاجأ بشيء اكبر واكبر. والله العظيم والله بعد هدايتي لا تحسب ان انا الحين انا اكرهك او اكره اهل البيت او اني اطعن في اهل البيت، بالعكس والله العظيم اهل البيت على عيني وعلى راسي، ولكن مو انا حسب الوضع اللي انت فيه ان احنا تتقدس اهل البيت وتعظم اهل البيت وتترك الله سبحانه وتعالى عز وجل. هو النافع، هو الضار، هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. تتفاجأ بالتحريف وتتفاجأ باللعن والشتم، تتفاجأ ان دينك يحثك على اللعن والشتم، تتفاجأ بهالامور هذه مثل ما انا تفاجأت. اخوي وحبيبي انت، ابى اتكلم والله اقول لك حنا من كتبنا حنا يا الشيعة ان احنا نقول في تحريف القرآن ونطعن في عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. لو بجيك وبقول لك انت ترى الان يعني زوجة كذا وكذا وكذا، أبطعن في حلك، أبطعن في كذا، هل تقبل فيها؟ ما والله من أعرف أنك أنت والله ما تقبل بالأمور دي، وأعرف أنك أنت والله عقلك ما يقبل بالأمور دي، وأعرف أن أنت أكبر من كذا. ولكن كيف هؤلاء هذول الحين المشايخ اللي إحنا يعني لا جاك أحد المشايخ دي ومثل ما قلت لك تتفاجأ بهم إنه يطعن في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعن في عرض الرسول. يعني لو تجيه تطعن في عرضه ولا ما يقبل، وتطعن في عرض الرسول، سبحان الله. هل هذا يحب الرسول؟ انتبه وقرأ واستطلع، لا تصير عمي مثل ما احنا صرت. انا كنت سابقا عمي، كنت عمي ما ندري عن شيء، زي حنا الان وضعنا في الحسنيات هذا كذا. والله العاطفي والبكاء والنوح والضرب واللطم هذا انت. ولكن لو تسأل، لا تسأل انك يعني تسأل عن العقيدة او تسأل عن الامور هذه، ما راح يجيبون لك. لاني انا كنت فعلا في بدايتي كذا، كنت في بدايتي يعني يوم بديت انا اسأل واتساءل عن حقيقة عقيدتنا، والله ما لقيت لدي الاجابة الصحيحة. جيتك والله العظيم، جيتك واقسم بالله جيتك لاني انا شفت النور. والله العظيم اني انا شفت النور فعلا، والله ما شفته يوم انا كنت سابقا وانا شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، وأسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل يهدي. أول ما أسأل الله سبحانه وتعالى يهدي أمي وأبوي ويهدي خواني كل أبوهم. وإذا أخلصت مع الله سبحانه وتعالى، وإذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى عز وجل، أحسن الظن برب العالمين. أصدق مع الله سبحانه وتعالى، أصدق مع الله. إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى شوف الطريق الصحيح، شوف حياتك تتبدل أو لا. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أحبابي يعني المقربين وغير المقربين، أن الاستطلاع وحكم عقلك. أعرف أنت ما أقول أن أنا ما أقصد أني أنا أقول حكم عقلك، أنت مجنون أو أنت سفيه، لا والله بالعكس أنت أكبر من كذا. وأعرف أنك أنت الآن يعني أعرف والله أنك أنت حتى في نفسك تقول إحنا فعلا إحنا
ليه احنا نسوي كذا؟ ليش نعمل كذا؟ ليه احنا نطعن ونفعل ونشتم؟ ليه احنا نضرب رؤوسنا على بالسيوف ونضرب يعني ظهورنا بالسلاسل والامور هذه كذا؟ ولكن انت ما عندك ذيك العزيمه، لانك انت خايف. انت لا جيت بتخاف خوف من الله سبحانه وتعالى، لا تخاف من هؤلاء، لا تخاف من العبد، خف من رب العالمين الله سبحانه وتعالى. وانت لا اتجهت مع الله سبحانه وتعالى وصدقت مع الله، والله ما يضرك بأي شيء. مثل ما قلت، والله لو تجتمع الإنس والجن عن يضرونك بشيء والله سبحانه وتعالى ما كتب لك، لا يمكن يضرونك، سواء لا كان أمك ولا أبوك. ولو ضروك، لو نقول افتراض اعتدوا عليك وقاموا بك بهكذا، صدقني بالله بالعكس، أنت ما أنت خسرة، أنت فايز. بعد تقوى وتقوى وتكثر وتشوف الأمور وتشوف العكس. حتى أبوك يعني شيء غريب في الولد هذا، عملنا فيه كذا، ضربنا، سوينا وفعلنا فيه، ولا حتى الآن متمسك. شو اللي خلاه يتمسك؟ لأنه أعرف، لأنه كذلك نفس الحكاية، أنا حصل لي وما حصل لي، ولكن والله العظيم بعد ما حصل، بس بعد ما شفت اتجهت للنور صح فعلا. بعد ما اكتشفت أمور غامضة، يعني بعد ما اكتشفت أنه يعني كثير جدا من العقيدة اللي احنا فيها، يعني يا الله، يعني سبحان الله، يعني تستغرب. انت عندك تحريف، انت عندك متعة، انت عندك جائز كذا، انت عندك حتى جائز في امور كثيرة، والله العظيم الواحد يستحي ويخجل ان يتكلم فيها. ايها الشهم الجواد، يا من عرفت الحق من ابوابه وتأثرت بآيات الله وكتابه، هل يعقل أن نقولنا إهانة سور القرآن؟ إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، هذا الصوت يظل يتكرر، حيدر 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 حيدر، نعلنها الصرخة بكل منظر، حيدر حيدر حيدر، إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، فصلي لربك وانحر، حيدر 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 حيدر، إن شانك هو الأبتر، حيدر 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 حيدر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر. يا الله يا الله، ما أشده من منظر، وما أقساه من عذاب، إنه هول وفزع عذاب القبر، أجارنا الله وإياك. هذه الحفرة ستكون يوم من الأيام مكانك يا عبد الله، إنها بيتك، قصرك الذي تسكن فيه سيكون هذه الحفرة، غرفة نومك هذه المساحة التي تراها. أتريد أن ترى فراشك؟ هذا هو فراشك يا عبد الله. تريد أن ترى لحافك وغطاءك؟ هذا لحافك وهذا غطاؤك يا عبد الله. تريد أن ترى مساحة الغرفة؟ تمتع وانظر، من أنيسك؟ من جليسك؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. كيف سأنام أول ليلة في هذا القبر، في هذه الحفرة المظلمة، في هذا المكان الموحش؟ من سيؤنسني؟ من سيكون جليسي يا عبد الله؟ إن كان عملك صالحا سيأتيك جليس صالح في مثل هذا المكان يؤنسك يجالسك، وجه حسن يجيء بالخير، عمرتك، حجك، قراءتك للقرآن، صلاتك، صدقتك، برك للوالدين يؤنسك هنا في هذه الحفرة. وإن كان عملك خبيثا، ترك للصلاة، عقوق للوالدين، زنا وفجور، فوجه سيء قبيح يكون جليسك في هذه الحفرة. هذه الحفرة الضيقة تضيق على بعض الناس حتى تختلف أضلاعه. يا ويله
وإذا